ازيكم؟ انا هبه ودي قناتي. النهارده هنعمل تشيكن ستريبس والمكرونه بتاعتها بطريقه سهله ولذيذه ومش هتاخد معاكي وقت خالص وهتعجبك قوي. بالنسبه للتتبيله بتاعتنا بتاعت الفراخ: كوبايه لبن رايب، معاها معلقه ملح صغيره، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه بابريكا، نص معلقه شطه عاوزينها سبايسي، معلقة زعتر، نُص معلقة توم باودر، نُص معلقة بصل باودر، ونقلّب التوابل مع اللبن الرايب كويس كده، ونركنهم دلوقتي لمّا نقطّع الفراخ. الفراخ اللي استخدمناها صدرين فراخ، قطّعتها شرايح طولية، لو تحبي تقطّعيها مكعبات برضه اعمليها براحتك. أنا قطّعتها شرايح طولية، وحاولي وأنتِ بتقطّعيها تكون كلّها مقاس واحد بالشكل ده كده. قطّعنا بقى الفراخ الأول وهنحطها مع اللبن الرايب والتتبيلة ونسيبها على الأقل 3 ساعات في التلاجة، ولو ما فيش لبن رايب حطّي زبادي. قلّبت بقى الفراخ كده مع اللبن الرايب وغطّيتها ودخّلتها التلاجة. الدقيق اللي هنستخدمه كوباية ونُص دقيق، حطّيت عليه معلقة صغيّرة بابريكا، ومعلقة صغيّرة شطة، ومعلقة صغيّرة برضه زعتر، نُص معلقة فلفل أسود، معلقة ملح، معلقة توم باودر، معلقة بصل باودر، وقلّبته مع بعضه، وحطّيت عليهم 4 معالق كبار نشا، كبار كده بشكل هرمي، وتقلّبيهم بقى مع الدقيق كده ده يبقى جاهز. بيضتين 2 هنحط عليهم رشة فلفل أسود ونضربهم ونحطهم على الفراخ بعد ما طلعناها من التلاجة بالشكل ده كده، ونقلّبهم بقى كويس، نقلّب البيض كويس مع الفراخ، وبعدين نبدأ نحطها في الدقيق. حطيها بقى في الدقيق كويس كده واضغطي عليها كذا مرة، وبعدين هزيها كده بعد ما تخلصي بالشكل ده وطلعي. الزيت اللي هنستخدمه لازم يكون غزير، فحطيه بقى في حاجة طاسة تكون صغيرة بحيث ان هو يبقى ارتفاعه لفوق كده عالي. حطيت بقى الفراخ كده والزيت سخن قوي، وبعدين وطيت شوية وبدأت بقى اقلبها واطلع. شايفة بقى شكلها والطبقة الخارجية جميلة أوي ومقرمشة جدًا. لمّا تطلّعي سيبي الزيت لمّا يسخن تاني كويس أوي، بعد ما يسخن حطّي بقى. ده شكلها أهو. قليت بقى الكمية اللي عندي كلّها، وبعد كده بقى في حلة فيها معلقتين كده زيت على سمنة، و3 معالق دقيق، وبدأت أعمل البشاميل. لمّا الدقيق يستوي كده كويس على النار، بدأت أحط 3 كوبايات لبن. هتحطّي اللبن شوية بشوية وتقلّبي، المضرب في إيدِك وتقلّبي، والنار تكون وسط، تكون هادية كده. خلّصت بقى كمية اللبن، كان البشاميل كده خلاص اتعمل، حطيت له رشة ملح ورشة فلفل أسود ونزّلت البشاميل خلاص. سلقت بقى كيس مكرونة قلم، لو تحبي تغيّري نوع المكرونة براحتك. سلقته وبعدين حطيته على الحلة اللي فيها البشاميل كده وقلّبته مع بعضه، واديته رشة ملح ورشة فلفل أسود للمكرونة، ومعلقتين جبنة ميكس، ونزّلت المكرونة من على النار. جبت بقى الصينية اللي هاعمل فيها المكرونة وحطيتها فيها بالشكل ده كده، وبعدين بقى بدأت أرُص على الوش باقي الحاجات بتاعتنا. الستريبس اللي عندي نقّيت القطع كده اللي صغيّرة شوية عشان أحطها مع المكرونة، ده شكلها، وخلّيت بقى الكبيرة كده للتقديم. شايفة القرمشة بتاعتها؟ قطّعتها بقى قطع صغيّرة كده اللي هنحطها على وش المكرونة، وحطيتها بقى كده بالشكل ده. وبعدين حطيت شرايح زيتون أخضر، لو تحبي تحطي أسود، أو لو تحبي تحطي أي خضار تاني، أي فلفل أو كده. وحطيت جبنة ميكس على الوش، وسخنت بقى الفرن دلوقتي على درجة حرارة 220. حطيتها على الرف الوسطاني ربع ساعة بالظبط، وبعدين فتحت لها الشواية، أخدت حوالي 6 7 دقايق وطلعت بالشكل ده. حلوة ولذيذة جدا، والأكلات اللي بيحبوها الولاد، والفراخ طالعة مقرمشة وجميلة وبألف هنا. ولو عجبك الأكل النهاردة اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.